شاف صلاح. اهلا. صديق عزيز وراجل من الناس اللي بجد بتقود الصناعه. ناس كتير ما تعرفش، ربنا يستر على الصناعه. ناس كتير ما تعرفش انت جيت هنا ازاي. سريعا كده الناس اللي ما تعرفوش عن شيف صلاح. اللي ما تعرفوش عن شيف صلاح، الناس طبعا، بص، هو انا دايما اقول ان السوشيال ميديا خداعه، وياما رفعت ناس وياما خسفت بناس الارض. فهو اللي الناس ما تعرفوش عن صلاح راجل ذو خبره بسيطه، بس هي يعني الخبره البسيطه دي بالمذاكره او بالاجتهاد. مش بقول كده على نفسي، انا لسه بتعلم لغايه دلوقتي، بس هي بالمذاكره وبالاجتهاد وبالقرايه الكتير وبالتواصل مع الناس المختلفه. يعني دايما اقول ان الخبرات بتبقى مجرد تراكمات لمواقف كتيره، بس انا حاولت اختصر الخبرات اللي انا ما عرفتش اكتسبها. اعتقد انت فاكر وعارف ان حاولت اتعلم من ناس كتيره والناس كتيره كانت رافضه، فانا حاولت اختصر القصه دي في القرايه والمذاكره وسؤال الناس المختلفه اللي بره مصر اكتر. يعني هم ما شاء الله الناس بترد على اي سؤال انت بتساله لهم او اي حاجه، هم بيرجعوا يردوا عليك في ساعتها. فانا اختصرت القصه دي اكتر حاجه الناس ممكن ما تبقاش عارفاها. يعني انا في الاول وفي الاخر المجال ده كل عمري فيه، من اوله لاخره 10 سنين. ده ولا حاجه مقارنه بناس بقى لها 20 سنه و25 سنه و30 سنه والكلام ده. بس هي السوشيال ميديا خلاص، وفي نفس الوقت زي ما قلت لك المذاكره، وعملت حاجه بحبها. الحته اللي انت بتحبها دي هي اللي بتفرق معاك قوي، يعني بتخليك تنط بقى نطات كبيره كده. بس خلينا لو تسمح لي هحكي للناس اكتر عن شيف صلاح. شيف صلاح يا جماعه كان لعيب ووتر بولو، وبعد كده تحول ان هو بيحب اللحمه جدا، فدرس لحمه وبقى واحد من اعظم الشيفات في موضوع اللحمه. بعد كده تحول ان هو كونسلتنت، وانا يمكن اتعرفت عليه وهو كونسلتنت. ده كان اول عهدي بشيف صلاح يعني. وبعد كده تحول ان هو ريستورانت اونر لواحد من احسن مطاعم بتبرفورم دلوقتي. هو صديق عزيز وجار عزيز. دي حقيقه برضه، وكاستمر عزيز از ويل. دي حقيقه. قبل ما اعمل المطعم بتاعي عاملين بنغرز مع بعض اكتر. يعني انا قبل ما اعمل المطعم بتاعي كنت كل يوم عنده اصلا. خلينا نتكلم كده عن كل مرحله في دول، اتاند اب ان انت صاحب مطعم. فادتك ازاي وعرفت تتحول؟ لان الناس في ناس بتعيش حياتها كلها مش عارفه تغير شغلانه، فانت غيرت بتاع 4-5 شغلانات. الرحله دي كانت شكلها عامل ازاي؟ بص، هي رحله صعبه جدا طبعا في الاخر، بس في الاخر يعني حتى انا دايما بضرب مثال ايه، بس دايما اسال ابني اقول له يا ابني ما تقول لي خد قرار، يقول لي مش عارف. فانا لما بيقول لي الكلمه دي انا بقوم عارف زي ما يكون حد دلق عليك ميه ساقعه. فانا بسكت اول ما اقول لي الكلمه دي، بسكت ليه؟ لان هو في طور التجارب. جرب، بوظ، العب، كسر، دمر، اعمل اللي انت عايزه، لان انت لسه في مرحله التجارب. بس انا في الاول وفي الاخر برضه انا كبرت على ان انا ابقى في مرحله التجارب. لا، مفيش حد بيكبر على مرحله التجارب. انسوا. ياما ناس حققت نجاحات، مش عايز اضرب يعني اسامي عشان اغلبيتهم يعني ناس ممكن ما نفخرش بيهم دلوقتي لان هم ناس في براندات المقاطعه والكلام ده، بس في ناس ابتدت تنجح في ال60 وفي ال50 وفي الحاجات اللي زي كده. فانا بالعكس انا شايف ان انا لسه بجرب، لسه بشوف ايه اللي احسن. هل انا احسن كشيف؟ هل انا احسن كواحد بيعرف يعمل مطعم؟ هل انا احسن كواحد بتاع ممكن يبقى السوشيال ميديا؟ هل انا احسن كواحد كان بتاع عقارات ولا بيعمل ايه قصه كلها؟ هل انا احسن كواحد انستراكتور؟ هل انا احسن كواحد بيفهم في اللحمه شويه؟ كل الحاجات دي كلها واضح انت. لا والله بكلم. لا في ناس يا باشا، في ناس اكتر. بص يا جور، في ناس زي ما قلت لك، في ناس اشطر مني بمراحل، بس للاسف هم مش معروفين. بس فهي النقطه ايه، انت في مرحله التجارب حتى وان كبرت في السن واكتسبت خبرات كتيره. فانا القصه كلها ببساطه ان احنا اللي بنعمله دلوقتي ان احنا بنحاول نفهم احنا هنمشي في انهي اتجاه. بس على فكره عكس ناس كتيره بتقول الموضوع ده ان هو لا، انا مش شايف ان انت لازم تبقى ماسك كذا حاجه. لا، ممكن تبقى بتعمل كذا حاجه وشاطر في كذا حاجه. ما تصدقش الناس تقول لك امسك حاجه وتخصص فيها بس. لا، انا بعرف اعمل حاجات كتير. يعني انا دلوقتي فوجئت الناس بره بتقول لي احنا مش هنعمل بقى كورسات سمك، لان في ناس عارفه ان انا شاطر جدا في السمك. اوكي خلاص. فانا حتى بقيت مستعجل، انتوا عرفتوا منين؟ مش عارف ايه الكلام ده كله. فهي القصه كلها لا، ممكن تبقى شاطر في السمك، ممكن تبقى شاطر في اللحمه، ممكن تبقى شاطر في حاجات كتيره. بس خلينا نتكلم عن تجربه بقى الريستورانت تور. انا متخيل ان انت يوم ما قررت تفتح مطعم كنت متخيل ان الدنيا مرعوب. هتبقى سهله،
وانا لا. راجل انا واحد من اشطر الشيفات اللي موجوده، فايه المشكله يعني؟ يعني ممكن نقول حته في دي. احكي لي بقى عن بص، فتحة هو المطعم. الموضوع احنا قاعدين، كنا احنا ساعتها في دبي انا واماني وشيرين، وقلنا ايه، طب ما احنا عمالين نفتح للناس مطاعم، ما نعملش احنا مطعمنا ليه؟ فانا كان بالنسبه لي الموضوع ده مرعب جدا جدا يعني، لان انت لما تعمل حاجه لحد غير لما تعمل حاجه لنفسك، لان انت جزء كبير بقى من الناس، عارف انت دايما لما ايه يقول لك ده هيعمل لنفسه احسن حاجه ومش هركز عندي، فهي سلاح ذو حدين. لا بقيت يعني حتى خدنا قرار او خدنا عهد على نفسنا، مفيش حاجه اسمها ان احنا نحتفظ بالحلو لينا وما نديش الحلو ده للناس الثانيه، بالعكس احنا بندي للناس الثانيه ممكن اكتر ما بندي لنفسنا. في الحته بتاعه الاستشارات بتاعه المطاعم والكلام ده، المطعم بص، مشكله المطاعم ان هي عيبها ان فيها كم تفاصيل قد كده اهو، تنتوفه، والناس فاكره التنتوفه دي ويعني الكلام ده مش حقيقي. التنتوفه دي اهم من المطعم نفسه. التناتيف الصغيره، الحاجات البسيطه، هي دي اللي بتخلي مطعم يختلف عن مطعم تاني، وهي اللي بتخلي مطعم يبقى اشطر من مطعم تاني، وهي اللي بتخلي مطعم ناجح عن مطعم تاني. فعارف الكلمه بتاعت الشيطان يكمن في التفاصيل دي، هي التفاصيل الصغيره دي كلها. انت بس كلها في ايه؟ لو عملتها صح صدقني المطعم بتاعك ده هيكسر الدنيا. الموضوع مخيف، مخيف لان صعب، في كم تفاصيل رهيبه، في كم اوبريشن رهيب، بتدي كل شغلك وخبراتك للناس اللي شغاله معاك، اللي انت ممكن في الاخر تديهم ظهرك تلاقيهم بيعملوا حاجه ثانيه خالص. بس دي الحته بقى المهمه اللي دايما يعني بترتبط بصاحب المطعم او بالاونر بتاع المطعم. هل الاستاف بيحبك ولا لا؟ الاستاف لما بيحبك بيديك عينيه، بيديك قلبه بجد، وانت شايف عندك صلاح عامل ازاي والناس اللي عندك في المطعم والكلام ده كله. فالناس دي لما بتحبك يا باشا خد 24 ساعه شغل يعني ما بنبطلش. فهي الحته دي، المطعم يا جماعه تفاصيله كتيره وصغيره جدا، وانتم ممكن ما تهتموش بيها، ودي اكتر حاجه، ودي الرعب كله، دي الحته اللي كانت مرعبه بالنسبه لاي حد. بس صدقوني لو اهتميتوا بالتفاصيل هتكسروا الدنيا، بلس راس مالك التاني الناس اللي جوه. 100%. التكنولوجيا اتغيرت جدا الخمس سبع سنين اللي فاتوا، وكل حاجه دلوقتي بقت يعني اكسسبل كده بزرار. دي حقيقه. هل حاسس ان انت الموضوع لما جيت تفتح كان في حلول توفر لك الموضوع بطريقه اسهل، او تخلي الموضوع دوبل بطريقه احسن عن مثلا من مطاعم شفت ان فتحتها مثلا 10 سنين فاتوا؟ فهل التكنولوجيا كانت سلاح ساعدك ولا عكسك؟ انتوا يا عم انتوا انتوا اللي سهلتوا الليله. انا اول عميل عندك. اول عميل. صح. بعد مين؟ بعد ما دي كانت تجربه عارف بجرب في حاجتي، ما حدش عندي حاجه خلاص. لا أول عميل بالعكس، عندي. انا بالنسبه لي انا شايف ان دي حاجه كانت متاخره، يعني الحاجه دي ما دخلتش مصر ليه من زمان. بص، هو مفيش حاجه المفروض تسهل على شغل المطعم غير لما لازم الاونر يستثمر فيها. صح. دي نقطه ما فيهاش مناقشه، سواء معده، سواء سيستم، سواء يعني حاجه بتسهل لك شغلك. اوعى تستخسر في القصه دي. عشان كده انا بالنسبه لي لا، التكنولوجيا فرقت جدا جدا. دلوقتي انا في مكنه كده، انا لو حاني اليومين دولت قاعد عمال بفرق ان انا اجيبها، بس هي برقم هستيري من الدولارات، بس انا عايز اجيبها عشان هتريحني في شغلي. خلاص المكنه دي لو جبتها كده هبقى انا قاعد في بيتي، قاعد قرير العين زي ما بيقول، قاعد مبسوط. والله ممكن. طبعا. بس كده يلا بينا، لان انا بجد فانا بالنسبه لي لا، التكنولوجيا فارقه جدا، بتفرق، بتريح، بتظبط، بتسيستم، بتخليك مطمن. هو ابسط دليل مثلا، فاكر انت دايما الحوارات اللي كانت دايما بتواجهنا في العيد؟ ايه اللي بيحصل في العيد؟ في العيد مصر بتقفل. مصر بتقفل حرفيا. طب يا جماعه، ما انا عندي خضار، ما ينفعش اخزن خضار، ما ينفعش اخزن خضار اسبوع عشان انتوا قافلين. طب ساعه العيد الكبير مفيش لحمه في مصر لمده 20 يوم. يا جدعان اللحمه طارت على شغلي كله في اللحمه. فانت الحته دي انت مريحني فيها. انا بقول مش بقول لك كده والله عشان انت قاعد، بس انت في الاخر القصه دي انا بريح نفسي. جوهر عايزين نظبط بقى، خلينا نعيد. افتح المخزن يا جوهر. هي الحته دي، فاهم قصدي؟ فلا الموضوع طبعا التكنولوجيا دي ده جزء لا يتجزأ خلاص. واعتقد ان اي حد بيحاول يربط نفسه بالسيستم القديم بيختفي وبينقرض بسرعه يعني.
تنصح ايه الناس اللي داخله الموضوع جديد وعايز تفتح مطعم؟ ما تفتحش. كلنا بنقول كده، دي مشكله كبيره انا دي نصيحتي، ما تفتحش. عايز افتح، ما تفتحش. اسمع، ما تفتحش والله، ما تفتح. لو انت عندك استعداد ان انت تسيب بيتك وتعبك ومجهودك وي 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 وحبايبك وتبعد عن خروجات صحابك اعمل كده لو انت بتحب الموضوع ده. بس صدقني انت فاكره ان هو سبوبه، هو هيبقى جحيم اول سنه بجد. طب. المطعم في اول سنه جحيم من التفاصيل والتعب والمجهود والكلام ده كله. بس لو ظبطت السيستم وظبطت الاوبريشن هو هيبقى مغرفه فلوس. ودي حقيقه، بالذات لما تبقى فكره حلوه وشاطره وجديده. ما تقلدوش، بلاش شغل التقليد ده هو اللي بيوقع الناس كلها. يعني لما بلاقي حاجه ناجحه 100,000 واحد بيعمل شاورما، 100,000 واحد بيعمل مشويات، 100,000 واحد بيعمل مش عارف ايه، 100,000 واحد بيعمل. ابتكروا حاجات جديده صدقوني، ومفيش حاجه اكتر من الاكل. اديك شايف البوبا لما طلعت في مصر ايه اللي حصل. صح. ايه دي يعني ما ينفعش نتكلم عن المطاعم غير واحنا معانا واحد من الناس المهمه جدا تاني في برضه. المجال ده. اجان لعيب ووتر بولو، لشيف، لكونسلتنت، مشهور بملاك حبيبي. اللحمه، حبيبي شيف محمد صلاح، شكراً صديق جداً. عزيز. بجد انا مبسوط جدا ان احنا نقعد أنا مع بعض. أكتر. احنا كده كده كتير بره القعده احنا يا جماعه انتوا هو مطعمه جنب مطعمي، فاحنا قاعدين نقول فراخ وجاي جوه. شفت اللحمه بقت عامله ازاي جوه، اللحمه غليت مش لاقي اللحمه جوه. انا هجيب لك يا صلاح. مش يا شيخ، حبيبي نورتنا. حبيبي يا جماعه، تسلم لي.